سيب كومنت بكلمه براوزر وهبعت لك لينك للمتصفح الذكي المجاني بين بيربلكستي وشات جي بي تي وجين سبارك. الذكاء الصناعي ما بقاش بس في الشات بوتس، ده كمان دخل على المتصفح نفسه. المتصفحات الجديده دي هتقدر تغير طريقتك في الاستخدام الانترنت. ابدا بكومنت، وده اعتبره متصفح مش بس بيستنى كليك منك، ده هو اللي بيكليك مكانك، بيفتح تابس، بيملى فورم، بيكتب بوستات، وبيعمل ريسيرش وانت قاعد مرتاح، كانك عندك مساعد رقمي جوه المتصفح بتاعك، مش بس بيرد، ده بيتحرك وبينفع. بعدها هيجي جين سبارك، وده مكنه مالتي تاسكينج حقيقيه متوصل باكتر من 700 تطبيق. تقدر تقول له حول فيديوهات يوتيوب لشورتس، هيحول لك، لخص تقارير هيلخص لك، وكمان تقدر تقول له لاقي لي احسن عروض اونلاين وهو يدور لك. هو بينفذ على طول، كانك جمعت كل الادوات الانتاجيه المفضله عندك جوه المتصفح. وبعدين يجي فيديو سي، وده رايح للقوه في وضع الديب اكشن، يعني تقدر يدير لك اكتر من 50 صفحه مع بعض. عايز تقارن 20 منتج، جدول بوستات، سوشيال ميديا، تبني تقارير، كل ده مره واحده موجود في لوسي. يقدر يشيلها لك حرفيا كان عندك 10 مدربين شغالين مع بعض على شاشه واحده. والمفاجاه كمان جت من شات جي بي تي، انه دخل السباق بمتصفح اسمه اتلس براوزر. ده فيه ايجنت مود يقدر يتعامل مع تقريبا اي مهمه تديها له، انت بس توصف المطلوب وهو هيخطط وهينفذ. وده مستقبل الانترنت كله، من غير كليكات، من غير لف اي تاب. كل اللي انت عليك انك تقول للاي اي اللي انت عايزه وهو هينفذ لك على طول. اكتب براوزر في الكومنتات وانا ابعت لك اللينكات.